مرسيدس بنز، الاسم اللي اول ما تسمعه بتحس بالفخامه والقوه والهيبه. بس هل كنت تتخيل ان ورا الاسم ده كان مهندس فقير، مهندس الكل سخر منه لما قال انا هبني عربيه تمشي من غير حصان؟ وساعتها الناس ضحكت والدنيا كلها كانت ضد. بس هو كمل وغير شكل العربيات كلها في العالم، والشركه اللي بدات من ورشه صغيره اتحولت في وقت قصير لاكبر شركه سيارات في اوروبا. بس الغريب مش هنا، الغريب انه وقت صعود اسم مرسيدس الشركه مشت في طريق مظلم تماما. شاركت في الحرب وقدمت خدماتها للنظام النازي، وكمان استخدمت عمال بالسخره. فازاي مرسيدس ابتدت وازاي اتحولت لشركه عالميه؟ وده اللي هنعرفه النهارده في واحده من اغرب قصص النجاح لمرسيدس بنز. اهلا بيك في قناه هاني ماني، ولو انت جديد في القناه فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقيه عن الشركات وعالم البيزنس. البدايه كانت مع كارل بنز اللي اتولد في نوفمبر 1844 في بلد صغيره اسمها ميلبرج في المانيا. من اول يوم في حياته والدنيا كانت صعبه. اتولد في اسره بسيطه جدا، ابوه كان سواق قطر ويدوب بيكفي مصاريف البيت بالعافيه. لكن الكارثه حصلت معاه وهو عنده سنتين لما ابوه مات وسابه هو وامه في ظروف صعبه جدا ومفيش اي دخل يعيشوا بيه. لكن برغم كده امه فضلت تحاول وتكافح عشان تعلمه، وفعلا دخل المدرسه ومن بدري بان عليه انه ذكي ومميز، خصوصا في ماده الكيمياء والميكانيكا والمحركات البخاريه واللي هي السفن والقطارات اللي بتشتغل بالبخار. ولما وصل سنه ل 15 سنه قرر انه يدخل كليه الهندسه ويمشي على خطى ابوه، ودخل جامعه كارلسروه، وهناك قابل شخص هيغير مستقبله كله، فرديناند ريدنباخر. كان استاذه في الجامعه ومؤمن ان مستقبل المحركات البخاريه اللي كانت بتستخدم في السفن والقطارات مش هتبقى موجوده بعد كده، وان في محركات جديده في المستقبل هتتعمل وتكون بشكل مختلف. ومن هنا بدأ كارل يتأثر بالفكرة، وساعتها كانت الناس بتتحرك من مكان لمكان بعجلة بيجرها حصان أو دراجة من غير حصان. ولأن كارل كان عنده دراجة عادية من غير حصان بدأ يعدل فيها ويفك ويركب ويجرب أفكار جديدة، وعقله كان شغال على سؤال واحد: إزاي أعمل عجلة تمشي لوحدها من غير حصان؟ وفضلت الفكرة في دماغه طول سنين الدراسة. وكارل بعد ما خلص دراسته كان عنده 19 سنة وبدأ يشتغل في كذا وظيفة هندسية لمدة 7 سنين، بس ما كانش مرتاح في أي وظيفة راحة، وبدأ يستغل الوقت ده في إنه يتعلم أكتر ويحضر نفسه للخطوة الجاية. في سنة 1871 كان عمره 27 سنة، قدر انه يجمع شوية فلوس ويبدأ مشروعه الخاص. دخل شراكة مع ميكانيكي محركات بخارية اسمه اوجست ريتر، فتحوا ورشة للميكانيكا وصب الحديد في مدينة مانهايم. وهنا الحلم الكبير بدأ. كارل بدأ يشتغل على تطوير عجلة تشتغل بمحرك بمساعدة شريكه اوجست، بس للأسف شريكه ما كانش قد المسؤولية وحصلت مشاكل كبيرة لدرجة ان الحكومة حجزت على معداتهم بسبب شكاوي محلية. في وسط كل الصعوبات اللي كانت بتحاصر كارل وقتها ربنا بعت له نعمة ما كانتش على البال. سنة 1871 قابل بيرثا رينجر، بنت من عيلة غنية ومختلفة عنه في كل حاجة، لكن كان عندها حاجة نادرة جدا. لما كارل حكى لها عن فكرته كان عندها إيمان حقيقي بكل أفكاره، وده خلى كارل يتشد ليها، وبعد كام سنة قرر إنه يتجوزها. وبيرسا ما كانتش زوجة عادية، دي كانت شريكة الحلم، وقفت معاه وقت ما الدنيا كلها كانت ضده، ولأنها شافت قد إيه هو بيحاول ينجح وقد إيه شريكه أوجست ريتر كان بيرجعه لورا، فهنا قررت تاخد خطوة جريئة جدا. بيرسا خدت مهرها وجمعت عليه فلوس واشترت نصيب ريتر بالكامل، وخلت كارل يبقى هو المتحكم الوحيد في الشركة. ومن هنا بدأت كل حاجة تتغير. خلال ال10 سنين اللي بعد كده كارل بدأ يثبت عبقريته، كان بيشتغل للنهار يجرب ويطور أفكار جديدة لحد ما في سنة 1879 اخترع محرك ثنائي الأشواط. بس ده ما كانش كفاية لتشغيل العربية، وكان محتاج حاجات تانية عشان العربية تنجح. وعشان يزود دخله ويقدر يكمل في صناعة الحاجات اللي بتحتاجها العربية اضطر انه ياخد قروض من البنوك، وبدأ يشتغل بفلوس القروض دي ويسجل براءات اختراعات كتير زي نظام لتنظيم سرعة المحرك، ونظام إشعال باستخدام شمعة شرارة، ونظام البطارية، وناقل الحركة، وكاربراتير، وكمان
مبرد مياه. كارل كان بدأ فعلا يبني عربية المستقبل، لكن اللي حصل بعد كده كان صعب انه يتحمله. تكاليف تصنيع العربية الجديدة كانت عالية جدا، البنوك بدأت تضغط عليه بسبب القروض اللي خدها، وطالبوه بدمج الشركة عشان تبقى أقوى ماليا. وهنا كارل ما كانش عنده اختيار تاني، واضطر انه يدخل مستثمرين جداد معاه في الشركة، وتحولت شركته إلى شركة مساهمة سنة 1882. لكن الصدمة ان مع ضغوطات البنوك عليه عشان يسدد القروض، كارل ما بقاش يملك غير 5% بس من شركته، وخسر التحكم وكمان خسر صوته. والاصعب انه ما بقاش ليه راي في اي قرار، حتى لما الشركه كانت بتصمم منتج جديد كانوا بيتجاهلوه تماما، والوضع ده كان محبط جدا بالنسبه له. كارل اللي بدأ بالحلم اتحول لضيف جوه شركته لحد ما قرر يلم هدومه ويمشي. وبعد ما كارل ساب شركته كانت سنه صعبه جدا عليه، لحد ما قابل شخصين هيغيروا حياته من جديد، ماكس روز وفريدريتش فيلهم. كانوا بيملكوا ورشه صغيره لتصليح الدراجات في مدينه مانهايم، والثلاثه مع بعض اسسوا شركه بنز اند كومباني. لكن المره دي الموضوع ما كانش مجرد احلام، الشغل كان منظم جدا والدخل فعلا بدأ يجي، والشركه بدأت تكبر ومعاهم 25 عامل جوه الشركه. والنجاح ده رجع تفكير كارل لفكرته القديمه، العربيه اللي بتمشي من غير حصان. بس المره دي ما كانش عايز يحط محرك على عربيه جاهزه، لا كان عايز يبني العربيه من الصفر حوالين المحرك. وفعلا سنه 1885 كارل بنى اول عربيه حقيقيه في التاريخ اسمها باتنت موتور فاجن، عربيه ب3 عجلات ومخصصه لفردين فقط، بموتور جاز بينتج تلتين قوه الحصان، وسرعتها حوالي 7 كيلومتر في الساعه. لكن الناس ما كانوش متقبلين الاختراع ده وبيبعدوا عنه، خايفين يسوقوا العربيه على الطريق العام لا يخبطوا بيها اي حاجه. في ناس قالت انه شيطان وراكب عربيه، حتى شركائه نفسهم ما كانوش شايفين فايده من الاختراع ده. قالوا له مين هيشتري عربيه مش اسرع من الحصان، والبنزين ممكن يخلص منها في اي وقت، وكمان سعرها غالي. لكن كارل كان شايف اللي هم مش شايفين، كان مؤمن ان المستقبل للعربيات اللي من غير حصان، وبدأ يصنع كميات صغيره ويعرضها للبيع سنه 1888. لكن المبيعات كانت ضعيفه، العربيه كانت غاليه وصيانتها معقده، ومحدش بيشتريها غير الاغنياء. حتى الاغنياء نفسهم كانوا شايفينها ان هي مزعجه ومش عمليه، وكانوا بيتحركوا بيها لمسافات قصيره جوه المدينه. وهنا كارل كان محتاج انه يقنع العالم ان السيارات اللي من غير حصان هي المستقبل. وفي سنة 1888 وفي صباح أحد الأيام صحى كارل ولقى بيرسا مش موجودة. خدت عربية من بتوعه وخدت معاها أولادها وسافرت بيهم لوحدها على فورزهايم، مسافة 106 كيلومتر، وما قالتش لكارل ولا لأي حد. وفي التوقيت ده ما كانش فيه أي عربية بمحرك، وكلها كانت بتمشي بالحصان. وبيرسا كانت عايزة تثبت إن العربية مش مجرد فكرة، دي وسيلة نقل حقيقية وإنها ممكن تنجح في الحياة اليومية. وأثناء الرحلة الطريق ما كانش سهل خالص على بيرسا، الطرق كانت ترابيه وكان في مطبات، وده لان الطرق ساعتها كانت مخصصه للاحصنه فقط. وكمان كانت بتقف عند اي صيدليه عشان تشتري جهاز للعربيه، وكانت اول حد في التاريخ يعمل كده. والرحله اخذت 12 ساعه لكن وصلت رسالتها لكل الناس. الناس بدات تبص على العربيه بطريقه تانية، وبداوا فعلا يتكلموا عن عربيه كارل بنز. ومن هنا الشهره بدات تزيد والشركه بدات تكبر. وبحلول سنه 1890 شركه بنز بقت تاني اكبر شركه محركات في المانيا، مش عشان بتبيع عربيات، لا عشان محركاتها الثابته اللي ادائها عالي. لكن مع دخول شركاء جداد زي فريدريك فون فير وجوليوس جانج غير اللعبه كلها. الشركاء دول كانوا فاهمين تسويق وشغل صح، خلوا كارل يركز على شغل الابتكارات والهندسه بدل ما يضيع وقته في الاداره، وطور براءات اختراع مهمه جدا زي نظام التوجيه الجديد ونقل الحركه بالتروس الكوكبيه، محرك جديد اسمه الملاكم. وفي سنه 1893 نزلوا بعربيه جديده اسمها بنز فيكتوريا، كانت فخمه وفيها محرك بيعادل 3 احصنة، وسرعتها وصلت ل 11 كيلومتر في الساعه. وبعدين نزلوا بنسخه ارخص شويه اسمها بنز فيلو، والعربيه دي كانت ضربه قويه وباعوا منها 1200 واحدة. وبكده كارل بنز بقى أول واحد في العالم بينتج عربية على نطاق واسع. وفي تسعينات القرن ال19 شركة بنز كانت فوق قمة المجد، لكن الخطر كان بيقرب منها بسرعة، لأن كان في شركة كانت بتبدأ معاهم تقريبا اسمها دايملر موتورين. وركز معايا بقى في الشركة دي كان وراها 2 من أمهر العقول، بتوليد دايملر وفيلهلم مايباخ. وبالمناسبة في عربية في 2025 اسمها مرسيدس مايباخ ومتسمية على اسم الراجل ده. المهم إن الاتنين دول ما كانوش مجرد مهندسين عباقرة، لا دول كانوا فاهمين السوق كويس، بيعرفوا يديروا البيزنس باحترافية، بعكس كارل اللي كان عبقري ميكانيكا بس. ودايملر بدأت تسبق بنز بخطوة ورا التانية. من 1892 نزلوا
اول عربيه تجاريه. بعدها قدموا موديلات بمحركين لحد ما في سنه 1897 فاجئوا السوق بعربيه بمحرك في المقدمه، تصميم انيق جدا وراحه اكتر. واللي كان طالب التصميم ده كان رجل اعمال مشهور اسمه ايميل جيليني، سماها على اسم بنته الصغيره مرسيدس. خد بالك اللي عمل العربيه هنا مش كارل بنز، شركه دايملر. وعربيه مرسيدس اللي عملتها شركه دايملر دي ما كسبتش بس سباقات، هي غيرت شكل العربيات للابد. وصلت السرعه ب 56 ميل في الساعه، وده رقم جنوني وقتها، والناس حبت الاسم. الشركه خلته العلامه التجاريه لكل عربيه. ومن الناحيه الثانيه شركه بنز الوضع فيها كان صعب. شركاء كارل قرروا يردوا بسرعه، جابوا مصممين من فرنسا واشتغلوا على موديل سباق جديد. في سنه 1908 بنز نزلت عربيه سباق ب 120 حصان، وعملت انجاز رهيب من لينينغراد لموسكو في 8 ساعات ونص، متوسط 50 ميل في الساعه، وده كان رقم اسطوري وقتها. وبعدها بسنه نزل الوحش الحقيقي بنز بليدز بقوه 200 حصان، اسرع من اي عربيه واسرع من اي طياره واسرع من اي قطر. والناس كانت بتحلم بعربيه من اي شركه فيهم، لكن الدنيا ما بتسيبش الفرح يكمل، والعالم كله كان رايح على جحيم الحرب العالميه الاولى. مع اندلاع الحرب العالميه الاولى اتقلبت الدنيا كلها على الشركات، بالذات الشركات اللي كانت شغاله في الصناعات الثقيله زي بنز وديلملر. الاقتصاد نزل تحت الصفر والناس جعانه والمصانع وقفت، واللي كان امبراطوريه سيارات بقى بيصارع عشان بس يكمل، والفلوس خلصت والمنافسه ما بقتش اوليه، والتفكير في النجاه كانت هي الخطه الوحيده لاي شركه. وهنا حصل اللي محدش كان متخيله، بنز وديلملر قرروا يحطوا الخلافات على جنب ويتحدوا سنه 1926. ومن هنا اتولدت شركه جديده دايملر بنز، واللي بدات تطلق سياراتها تحت اسم مرسيدس بنز، والنتيجه انفجار في الابداع. في اواخر العشرينات الشركه نزلت نماذج قويه زي مرسيدس بنز من نوع 630 واس واس اس واس اس كي، تصاميم كلها فخامه واداء جنوني وكمان هندسه المانيه. وفي ابريل سنه 1929 كارل بنز فارق الحياه وهو عمره 84 سنه، ومات هو وحلمه عاش من بعد. لكن اللي جاي المرسيدس بعد كده كان كابوس. سنة 1933 هتلر استولى على الحكم في ألمانيا، كان عنده هدف واضح انه يبهر العالم بقوة بلده، مش بس بالجيش لكن كمان بالتكنولوجيا، وقرر يدعم مرسيدس بنز رسميا في سباقات كتير وبجوائز كبيرة، وده خلى الشركة تتحول من صناعة سيارات لكيان بيطارد السرعة بجنون. من سنة 1934 لسنة 1939 مرسيدس سحقت كل المنافسين في سباقات جراند بريكس وبالعربيات الأسطورية W25 و W125، سرعات وصلت ل 200 ميل في الساعة، ودي أرقام ما اتعملتش قبل كده، والعالم كله كان بيتفرج على السرعات الجنونيه. وهتلر بقى يمشي في الشوارع بسيارته المفضله مرسيدس بنز 770، عربيه فاخره مخصصه لكبار قاده النظام النازي. في سنه 1939 انفجرت الحرب العالميه الثانيه وكل حاجه اتغيرت. مرسيدس اضطرت توقف انتاج العربيات المدنيه وبداوا يركزوا على حاجات ثانيه خالص زي الدبابات والشاحنات العسكريه والغواصات ومحركات الطيارات. وحلول سنه 1942 ما كانش في عربيات مرسيدس جديده بتنزل السوق خالص، كل المصانع كانت بتخدم الجيش النازي، ولان الرجاله ساعتها كانوا في جبهه الحرب مرسيدس بدات توظف الستات في خطوط الانتاج، لكن برضه العدد ما كفاش. وهنا الشركه بدات تستخدم العمال القسريين من سجناء لمدنيين مخطوفين من اوروبا الشرقيه، ناس تم اجبارهم يعيشوا في معسكرات بجوار المصنع واشتغلوا تحت ضغط وفي ظروف غير انسانيه زي سوء التغذيه والامراض، والموضوع وصل كمان لحد التعذيب. لكن كل ده انتهى سنه 1945 والحرب خلصت والمانيا انهارت. مرسيدس فقدت كل مصانعها اللي كانت بره المانيا، كل الفروع اتصدرت كتعويضات للحرب ورجعوا من الصفر تاني. لكن الغريب ان مرسيدس كان لسه فيها الروح. امريكا وافقت تديها ترخيص انتاج سنه 1946 رغم ان مصانعهم معظمها في المانيا كانت متدمره من القصف، وعملوا عربيات اسعافات وعربيات للشرطه، وكمان صدروا قطع غيار للجيش الامريكي. سنه 1947 مرسيدس رجعت تنتج عربيات مدنيه تاني وانتجت 1045 عربيه خلال سنه من طراز في 170 وحققوا ارباح ضخمه. ومرسيدس رجعت بقوه، رجعت للسباقات ورجعت للمبيعات ورجعت للعالم من تاني، رمز للفخامه ورمز للجوده. بس كل ده ما كانش هيحصل لولا حلم كارل بنز اللي قدر يحول فكرته الصغيره من عجله بحصان لعجله بمحرك وبعدين عربيه غيرت العالم. ولو حابب تشوف فيديو تاني عن رياده الاعمال ممكن تشوف فيديو لريد بول او تشترك في القناه وتكتب لنا كومنت عايز الفيديو الجاي عن شركه ايه. وفي الحالتين شكرا جدا على المشاهده ويا رب تكون استمتعت. سلام.